وصحبه أجمعين. يا مساء الخير على أجمل متابعين في الدنيا كلها. وحشتوني جدا 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 من الحلقة اللي فاتت. جاية لكم النهاردة وجايبة لكم حلقة قوية، لأننا هنشوف مع بعض الحلقة الأخيرة بقلم الكاتبة الرائعة هاجر العفيفي. أحداث حلقتنا النهاردة قوية ومليانة بالمفاجآت. تابعوا معانا الحلقة للآخر وإن شاء الله مش هتندموا. ويا ريت كمان تكتبوا لنا آرائكم في التعليقات، وأكيد هنرد عليها كلها. وقبل ما أبدأ في الحلقة، أتمنى منكم تدعوا لوالدتي بالرحمة وبالمغفرة، وإن يجعل مأواها الجنة إن شاء الله. يلا بينا نبدأ. وقفنا في الحلقة اللي فاتت لما حنين كانت قاعدة على الكنبة بالفستان الأبيض. بعد ما علاء ما جاش الفرح، جرس الباب رن وأمها راحت تفتح. أول ما فتحت اتصدمت حنين، وقفت وقعدت ترجع لورا، كانت خايفة جدا. دخل عمها اللي جاية من الصعيد وكان اسمه شاهين، وباين عليه العصبية. والله عالية بنت اخوي، بتعمل الفرح ومحدش يعزمنا، والعريس كمان طفش ليلة الفرح. ايه الحكاية بقى؟ هند وقفت قدامه بخوف. ازيك يا ابو محمد، نورت يا اخويا. اقعد بس كده واعمل لك كوباية شاي ونتكلم. هي فيها كلام؟ بنتك سيرتها بقت على كل لسان. العريس اللي هيهرب ليلة الدخلة اللي حصل يا هند. حنين كانت واقفة مرعوبة من عمها، كانت بتخاف منه قوي. أصل حصل له حادثة يا أخويا وهو جاي في الطريق، أهله كلمونا وقالوا أول ما يخف هيرجع وياخدها. هما كده كده كاتبين الكتاب، يهرب إزاي بس؟ ده بقى جوزها. شاهين ما كانش مقتنع بكلامها، قعد على الكنبة. كلامك مش مقنع يا مرات أخوي، بس ماشي، هعمل نفسي مصدق وهاجي الأسبوع اللي جاي، والبت دي لو مرحتش على بيت جوزها نبقى ندور في الموضوع وهعرف السبب وبنفسي. هند بصت لبنتها بتوتر وبخوف. حنين انسحبت ودخلت اوضتها، قفلت الباب على نفسها، قعدت على السرير حاطت ايدها على بقها وكانت بتعيط جامد. يا رب يا رب سامحني، انا عارفه ان انا غلطت غلطه كبيره قوي، بس والله العظيم ندمانه. فضلت تدعي ربنا بالسماح وهي بتعيط جامد. اما في اسم الشرطه، الضابط كان قاعد وقدامه الست والراجل اللي خرجوا مريم من البيت لما صوتت وقالت ان هي مخطوفة. فهموني بقى، هو ايه اللي حصل؟ والبنت دي عاملة كده ليه؟ ده زي الهيكل العظمي، اللي يشوفها يقول ده ما اكلتش بقالها سنة. والله يا باشا احنا كنا معدين في الشارع في امان الله، وسمعنا البنت دي بتصوت وبتقول الحقوني. الضابط بص للبنت باستغراب. انت يا حبيبتي حد اخدك البيت ده غصب عنك؟ فهميني، والبيت ده يبقى بيت مين علشان نجيب لك حقك؟ مريم كانت بتعيط وبتترعش، ما كانتش قادرة تتكلم. البت دي يا باشا شكلها ما أكلتش بقالها كتير، ده عظمها كله باين وفي علامات كده في جسمها كأن كان في حد بيضربها. أيوة ما أنا شايف كل حاجة، أنا عاوزها بس تهدى عشان أعرف أخد أقوالها، وانتوا كتر خيركم، اتفضلوا انتوا دلوقتي، ولما يبقى في جديد هكلمكم. كلهم اتصدموا لما البنت وقعت على الأرض وأغمى عليها. الضابط قام وقف بسرعة وخلى العسكري يجيب دكتور علشان يشوفها. أما في بيت حنين، كانت قاعدة على السرير وضمة نفسها، كانت باصة في الفراغ. أمها دخلت الأوضة وبصت لها بقرف، قعدت على السرير قدامها. احمدي ربنا إن عمك مشي من غير ما يعمل مشاكل، الخوف كله من الأسبوع اللي جاي، لو اللي اسمه علاء ده مظهرش هتبقى فضحتنا على كل لسان. حنين كانت باصة لوالدتها وساكتة، ما كانتش بترد عليها. هند نغزتها في دراعها. اخرستي دلوقتي، شوفي لي حل في المصيبة دي، مش عارفة اعمل فيك ايه، انا اخر ما ازهق هرميك لعمامك وهم يتصرفوا معاكي. حنين دموعها نزلت لما لقت امها بتعاملها بقسوة بعد ما كانت احن واحدة عليها في الدنيا. هند لقت ان بنتها ما بتردش، خرجت بره الأوضة وقفلت عليها. لما دخلت هي كمان أوضتها، قعدت على السرير وكانت بتعيط بانهيار. اما في البيت القديم اللي عايشة فيه الست ريحانة، بنتها سهير كانت قاعدة على الأرض وبتندب وبتخبط في دماغها. يا لهوي ياما، أروح في داهية ياما، البت خلاص الناس طلعوها وأكيد دلوقتي في إيدين الشرطة، هتبلغ عني وهروح في 60 داهية. يا بنت خلاص بقى، جبت لي روشة في دماغي، أعمل لك إيه يعني؟ مش أنت اللي حبستيها ونزلت فيها ضرب؟ هتحبس ياما، الحكومة مقلوبة في الحتة كلها والجيران مستكتين، أنا ما كنتش أتوقع إن الموضوع ده يوصل لكده. أهو يا أختي حصل، وأنت اللي طلعت غبية، ما خدتش بنتك بالمسايسة ليه،
شكلك هتروحي في 60 داهية قريب يا بنتي يا سهير. هو أنا جيتلك يعني علشان تفضلي تأنبي فيا؟ أنا اللي فيا مكفيني، أموت نفسي بس وارتاح ولا أعمل إيه؟ ريحانة مسكت كوباية الشاي وقعدت تشرب بهدوء. موتي يا أختي، هتبقي يعني أغلى من اللي راحوا؟ سهير كانت متغاظة من أمها وهدوءها في عز الموقف اللي كانت فيه، وعارفة إن هي مش هتحل ولا تربط. وبعد يومين في بيت حنين كانت قاعدة كالعادة وساكتة، لقت الباب بيخبط. قلبها اتقبض وخافت قوي. أمها خرجت من المطبخ وفتحت الباب. اتفاجئوا لما شافوا واحدة داخلة ولابسة عباية سودا وطرحة. كانت ريحانة أم علاء. هند باستغراب: عايزة مين يا ست انتي؟ ريحانة دخلت وقعدت على الكنبة وكانوا مستغربينها قوي. أنا جاي ياخد عروسة ابن حبيبي، هو جاله شغل ومشي فجأة، قلت لما اجي اخدها عندي لغاية ما يرجع. حنين بصت لها بصدمة، الرعب دخل قلبها من منظرها. هند قعدت قدامها: أيوة، بس هو ما قالش إن هو هيبعت حد ياخدها، وإزاي يسيبها يوم الفرح فجأة كده؟ الناس فضلت تتكلم عليها وعمها كان موجود كمان. ريحانة بصت لحنين وحطت إيدها على شعرها: أصل يا أختي ابني جاله شغل، ولما بيجيله شغل بينسى حتى أمه. يلا بقى يا حلوة، جهزي نفسك وقدام على بيت عريسك. حنين كانت بتبص لمامتها برجاء، كانت عايزاها ترفض لكن اتصدمت من رد فعلها. هند أخدت إيد حنين: نص ساعة وهجهز البيت، عن إذنك. يلا يا حنين تعالي معايا. وخدت بنتها ودخلت الأوضة. ريحانة كانت قاعدة تبص على البيت حواليها: والله وقعت واقف يا واد يا علاء، الناس دول شكلهم مقتدرين. أما في الأوضة حنين مسكت إيدين مامتها برجاء: بالله عليك يا ماما، انت مش هترميني الرمية دي؟ انت شايفة شكلها عامل ازاي؟ الست دي شكلها يخوف، بالله عليك يا ماما ما تسيبنيش. هند زقت ايديها وقالت لها بجمود: مفيش حل تاني، اجهزي لانك هتمشي معاها، هتروحي على بيت جوزك، احسن ما عمك يجي هنا وفي الاخر ممكن ياخدك ويقررك او يكشف عليكي ويعرف ان انت مش بنت بنود. روحي وبلعي الموقف، خلينا نطلع من القرف اللي احنا فيه ده. يا ماما الناس دول شكلهم صعبين قوي، لو رحت هبقى خدامة تحت رجليهم. انا هخدمك انتي، بس ارجوكي بلاش ترمين الرمية دي، الناس دول شكلهم صعبين قوي. هند ما سمعتش كلام بنتها وجابت شنطة وابتدت تحط هدومها فيها. وحنين عرفت ان مفيش مفر وان هي خلاص بقت قدام الامر الواقع، وهتعيش في وسط عيلة شغلتهم ومهنتهم الشحاتة ولبسهم وهيئتهم حاجة كده تقرف. اما في المستشفى الضابط كان واقف قدام الأوضة اللي فيها مريم ومعاها الراجل اللي جابها من بيت أهلها. الدكتور بيقول إن البنت كانت بتتعرض للضرب والعنف وسوء التغذية. أيوة يا باشا، كل الناس اللي في المنطقة هناك بيقولوا إن أمها ست صعبة قوي، بس الناس هناك في حالها وبيقولوا إن سهير دي ما بتدخلش حد بيتها. الغريبة إن البنت بتقول إن اللي عمل فيها كده أمها. معقولة في أم تعمل كده في بنتها؟ إحنا لما روحنا البيت وفتشناه ما لقيناش أي حد موجود، همال اللي اسمها سهير دي اختفت وراحت فين؟ فعلا يا باشا، الست كانت قاعدة في البيت وكان معاها ولد وشعره طويل، بس الظهر كده لما عرفت إن الحكومة طبت على المكان بعد ما طلعنا مريم شكلها كده أخدت ابنها وهربت. الضابط بصله بحيرة وما كانش فاهم. هنضطر نستنى البنت لما تفوق علشان تفهمنا كل حاجة ونشوف إذا كان لهم قرايب أو حد ممكن سهير تبقى موجودة عنده. وبعد أسبوع في بيت ريحانة القديم كانت حنين قاعدة في الأوضة وقرفانة قوي من المكان ومش فاهمة حاجة من اللي بتحصل. الباب اتفتح ودخلت سهير أخت علاء. هي السنيورة هتفضل قاعدة كده لا شغلة ولا مشغلة، ولا هتعملي لنا فيها عروسة بجد؟ حنين بصت لها بقرف وما ردتش عليها. سهير قربت منها وقعدت قدامها. شكلك كده ما تعرفينيش كويس يا حلوة، قالت كلامها وشدت شعرها بغضب. بنتي لو ما تعدلتيش وعملت اللي بقولك عليه هتبقى حياتك كلها سواد، انا حذرتك اهو. حنين كانت بتحاول تبعد عنها وقالت بوجع: ابعد عني حرام عليكي، انت عايزه مني ايه؟ وفين علاء؟ فين الزفت اللي اتجوزني ده؟ سهير قربت منها وشدتها من شعرها. يا بنت اتكلمي عدل، ما ينفعش تتكلمي عن اخويا بالطريقه دي. قومي يلا شوفوا شغل البيت، وبعد كده تكنسوا قدام البيت في الشارع وترش ميه، وتعالي بقى علشان اقولك هتعملي ايه تاني. مش هعمل حاجه، انا مستحيل اعمل اللي انتوا بتطلبوه مني ده، قالت كلامها ولسه هتخرج من الاوضه.
سهير مسكتها. هو انت فاكرة ان تدخلي الحمام زي خروجه؟ لو خرجت من هنا بموتك، انت فاهمة؟ اجهزي بقى علشان مسترك هتنزلي تشحتي معانا في الشارع. حنين برقت عيونها بصدمة ودخلت ريحانة في الوقت ده. سيبيها يا بنتي يا سهير دلوقتي لغاية ما اخوك المحروس يجي. انا مش عارفة يا اختي اختفى وراح فين. شكله هو اللي هيقنعها بطريقته، ده متجوز لحتة بسكوتة. ياما البيت دي متدلعة عايزة اللي يظبطها. سيبيها لي بس وانا هقوم بالواجب واظبطها لك. ريحانة شدت سهير لانها عارفاها ان هي شرانية. يا بنت تعالي معايا عايزاكي. سيبيها دلوقتي اللي هروق، خلينا في المهم. قالت كلامها وخدت بنتها وخرجت بره الأوضة. حنين قعدت على السرير وكانت بتخبط بإيديها في رجليها. يا مصيبتي يا مصيبتي، العيلة كلهم شغالين في الشحاتة. أنا إيه اللي جابني هنا؟ الله يسامحك يا ماما، إزاي توافقي تجوزين الواحد ما تعرفيش عنه أي حاجة ولا حتى شفت بيتهم؟ أتصرف إزاي دلوقتي؟ منك لله يا سليم، أنت السبب في اللي أنا فيه. لو ما كنتش ضحكت عليا وبعد كده تخليت عني ما كانش كل ده هيحصلني. ده أنا أي واحد في الحتة كان بيتمنى رضايا. قالت كلامها وهي بتخبط على راسها بخوف. وبعد أسبوع حنين كانت اتعودت عليهم إلى حد ما، وكانت واقفة وماسكة المقاشة وبتكنس قدام باب البيت ولابسة جلابية قديمة وإشارب. كانت مقهورة على حالها. أمها في الوقت ده جت عندها. أنا جاية أقولك إن راجعة البلد، قلت أقولك علشان ما تدوريش عليا. حنين بصت لها بحزن وهي ما زالت بتكنس. يعني انت مش هتاخديني معاك يا ماما؟ انا مش قادرة اتحمل عيشتهم. انا لو فضلت هنا اكتر من كده ممكن يحصل لي حاجة. انت اللي اخترت حياتك، انا مش جاية عشان نتناقش في اللي حصل. انا مسافرة الصعيد، قلت عشان اعرفك عشان ما تدوريش عليا. انا فين وفين لما عرفت اوصل لهنا. قالت كلامها ومشيت. وحنين نزلت دموعها ومسحتها بسرعة. كان نفسها تهرب بس بصت على البيت لقت سهير قاعدة ومراقباها. في الوقت ده جه علاء اللي حنين أول ما شافته اتعصبت. كان نفسها تجيبه من زمارة رقبته. ست البنات، معقولة بتكنسوا قدام بيتنا؟ أنا بجد مش مصدق نفسي. إزيك يا عروستي؟ حنين بصت له بقرف. أنت شايف من الرجولة إن أنت تهرب بعد ما تكتب الكتاب؟ أما أنت صح واحد حقير. الله، إيه بس يا عسل الكلام ده؟ حقير حقير، بس مش هكون زي الحقير اللي سابك وخلع بعد عملته السودة. يلا يلا خلي الموضوع ده بيني وبينك عشان محدش يعرف. البنت سهير اختي لو عرفت هتفضل تذل فيك طول الوقت. قال كلامه ودخل البيت وحنين دخلت وراه. أم ريحانة كانت قاعدة بتقطف ملوخية. حمد لله على السلامة يا حبوب أمك، عملنا الواجب في غيابك. قولي انت بقى عملت ايه؟ قعد على الكنبة جنب والدته وحنين دخلت أوضتها على طول. سهير اخته قالت له البنت عروستك دي شكلها مش بتاعت شغل، ده بتاعت بابا ومامي. بس على مين؟ انا هخليها تقول ان الله حق من وقت ما جت وهي قاعدة بتمسح وتكنس. ناقص بس ان نخليها تنزل وتشحت في الشارع. اهدي بس يا سهير، موضوع الشحاتة ده خليه بعدين. اصل البنت دي شكلها حلو ولها تصرف تاني. اما انا بقى جبتلكم شوية مناطق هتاكلوا فيها الشهد. ريحانة بصت لابنها بحماس. ايوه بقى، حبيب امه اللي جايب لنا الشغل. فين الاماكن دي يا واد؟ اصل الحال نايم اول الايام دي والحكومة مفتحة عينيها. هقولك ياما بكرة الصبح هعرفك على كل حاجة. وانت يا سهير لسه ما اقنعتيش بنتك ان تنزل معانا؟ سهير عوجت بقها. اسكت، هو انت ما تعرفش اللي حصل؟ البت يا اخويا دلوقتي في ايدين الحكومة وانا هربانة من بيتي وقاعدة عندهم مكانة. لو مسكوني مش هيرحموني. علاء بص لاخته. يا مصيبتك السودة، ده انت حواراتك كترت قوي. انا هدخل بقى للقمر اللي جوه ده عشان اشوفها. عن اذنكم، بقولك ايه يا واد، هو انت مش هتاخدها وتروح في حتة؟ هتفضلوا عايشين هنا؟ بقولك ايه، ما تخليها معايا تخدمني، اصل الفترة اللي جاية هتبقى فترة شغل ومواسم. علاء هز راسه ودخل الأوضة جوه الحنين اللي كانت قاعدة على السرير وساكتة. قعد جنبها، كانت قرفانة منه قوي أصل ريحته كانت مقرفة. علاء حط ايديه على كتفها وشالت ايديه بقرف. اتقل براحتك يا جميل، من كان يتخيل ان القمر يبقى في بيتي ولابس الجلابية المعفنة دي؟ بس تعرفي الجلابية هتاكل منك حتة. لو سمحت قومي استحمى،
ريحتك وحشة قوي، أنا مش فاهمة أنت إزاي متحمل نفسك كده. قالت كلامها وهي بتحط إيدها على مناخيرها. علاء مسك دراعها ولف ورا ظهرها. لا شكلك كده ناوية تتعبيني. بقولك إيه، أنت لازم تقبلي كل حاجة بوضعها، ملكيش حق إن أنت تتأمري، مفهوم؟ سيب إيدي يا حيوان، سيب إيدي بتوجعني. ماشي هسيبك، بس من هنا ورايح كل كلمة تتقال هنا لازم تنفذيها. سيرة خطيبك القديم ده ما تجيش هنا حتى لو بالغلط، أصل أنا راجل بغير على أهل بيتي. حنين هزت راسها من غير ما تتكلم، وهو كان ماسك دراعها كان بيوجعها قوي. اجهزي بقى يا عروسة، أنا أدخل استحمى واجيلك يا جميل. قال كلامه وسابها وخرج، وقفل الباب حاطت إيدها على قلبها بخوف، كانت قرفانة من العيشة اللي اتحطت فيها بالإجبار. أما في المستشفى، مريم كانت فاقت ونايمة على السرير في الأوضة بتاعة المستشفى. دخلت ممرضة وبتديها العلاج وطبطبت عليها، وبعد وقت الضابط دخلها. مريم خافت ومسكت في الممرضة طبطبت عليها بحنان. ما تخافيش، ده عمو الضابط طيب قوي، ده جاي هنا مخصوص علشان يساعدك، مش هيأذيكي أبدا. الضابط قعد على الكرسي اللي قدامها. أنا مش عايزك تخافي مني يا مريم، اعتبريني زي والدك بالظبط، اتفقنا؟ مريم كانت ماسكة في الممرضة وبصله وهي مرعوبة. معلش خليكي جنبها لغاية ما خلص معاها، شكلها كده لسه خايفة مني. الممرضة قعدت جنبها وأخدتها في حضنها، والضابط ابتدى يسألها. بص يا مريم، احنا هنا علشان نساعدك ونجيب لك حقك، وهنجيب لك كمان حاجات حلوة كتير، بس لازم تحكي لي عن كل اللي حصل معاكي بالظبط. مريم ردت بخوف وبدموع. بس أمي لو عرفت إن أنا قلت حاجة هتضربني بالحزام وهتلسعني جامد. أمك مش هتقدر تعملك أي حاجة، بس انت لازم تحكي لنا وتقولي لنا ايه اللي حصل، أساسا أمك مش هتاخدك. يلا، كل الكلام اللي هتقوليه دلوقتي هنجيب لك بيه حقك، وهيبقى سر بينه وبينك، ومش هنعرفها إن احنا عرفنا منك. أم اللي عملت فيا كده كانت بتضربني بالحزام وبتلسعني بالسكينة وما بتحطليش أكل. هي تبقى والدتك على طول ولا تبقى مرات أبوكي؟ وفين أبوكي؟ أبويا اتطفش من زمان قوي، وده أمي مش مرات أبويا ولا حاجة. اللي بتعمل فيا كده تبقى مامتي، كانت عايزاني أنزل أشحت معاها زي ما ستي وخاله، وهي كمان بتنزل تشحت. الضابط اتصدم وبص للممرضة اللي هي كمان كانت مبرقة ومستغربة. شحاتة؟ ده الموضوع شكله كبير قوي. طيب أنا عايزك بقى تحكي لي عن كل حاجة وتوصفي لي المكان اللي هما ساكنين فيه، وإيه رأيك إن أنا هخليك تروح المدرسة وتكملي تعليمك؟ أنا عارف إن أنت كنت شاطرة. بجد يا عمو؟ يعني أنا هروح المدرسة؟ كل اللي حصل لي بسبب حب للمدرسة. أنا نفسي أنجح وأبقى دكتورة، بس أمي قالت لي لأ، مفيش مدارس وما عندناش حد بيتعلم، وكفاية عليكي كده. هوديك المدرسة، بس تعرفيني كل حاجة عن موضوع الشحاتة ده، وخالك وستك اسمهم إيه، وما تعرفيش هما بيشتغلوا فين. مريم ابتدت تطمن للضابط وابتدت تحكي له عن كل حاجة عارفاها. الضابط كان مذهول من اللي بيسمعه. معقولة كل ده بيحصل؟ طب انت تعرفي مكانهم؟ توصفي العنوان؟ ما كنتش بروح بيت ستي خالص، أمي كانت بترفض وبتحبسني في البيت. الضابط ربط كل حاجة ببعضها وقرر ان هو يدور عنهم، واتأكد انه سهرقة كده هربانة عند أهلها ولازم يجيبها وفي أسرع وقت. وبعد شهرين في بيت علاء، حنين كانت قاعدة على السرير وماسكة تليفونها اللي كانت مخبياه علشان محدش ياخده. كانت بتحاول تدور على أي أكاونت لسليم اللي كان خطيبها، كان نفسها توصله وتعرف ليه عمل معاها كده وهرب. وفجأة لقت باب الأوضة بيتفتح، خبت التليفون بسرعة تحت المرتبة. علاء اللي كان داخل. انت قاعدة كده ليه؟ ما سمعتوش صوتي وانا بره؟ يلا قدامي، أم واختي جايين تعبانين من الشغل، روح يلا علشان تغسلي رجليهم. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ اغسل رجلين مين؟ مستحيل، انت اكيد بتهزر، انا لا يمكن اعمل كده ابدا. علاء شدها من دراعها. بنتي، هو انت ليك عين تتأمري؟ الكلمة تتقال وتتنفذ. حنين كانت بتعيط بانهيار ومش عارفة تعمل ايه. علاء كمل كلامه. تعالي اغسلي رجليهم الشقيانة والتعبانة،
مش كفاية إن بيصرفوا عليكي وانت قاعدة مكانك وهم بيأكلوكي؟ آخر الأسبوع هتنزلي زيهم وتشتغلي. حنين بعدت عنه بانهيار. لا، أنا عندي متهون من الكلام اللي انت بتقوله ده. أنا لا يمكن أشحت زيكم أبدا. ده انت لو موتني أنا لا يمكن أشحت. منك لله خلص عليا وريحني بقى، ريحنا من الهم والقرف ده. حلاء قرب منها ومسك خصلة من شعرها. ما أقدرش أخلص عليك يا حبيبتي، انت ما تعرفيش يا حنين أنا بحبك قد إيه. أنا مهووس بيكي، ده أنا قعدت 2 سنين كاملين عايش تحت الشباك بتاعك من غير ما تدري ولا تحس بيا. كنت بسمع كل كلمة بتقوليها، عارف كل حتة في جسمك، حافظ كل هدومك. بس ده ما يمنعش إن أنا برضو دلوقتي بقيت جوزك ومن حقي إنك تنفذي اللي بقولك عليه. حنين كانت بصله بقرف وما كانتش طايقة نفسها ولا طايقة ريحته. حست بالندم بسبب غلطتها إن كانت بتسيب شباك أوضتها مفتوح. دفعت تمن الغلطة دي غالي قوي، دفعت حياتها كلها. وبعد شهرين كانت مريم في دار رعاية، والحكومة كانت بتدور على سهير في كل مكان. بس سهير ما زالت في بيت ريحانة، وكمان لبست نقاب علشان محدش يعرف يوصلها. أما في الحارة اللي كانت ساكنة فيها حنين مع والدتها، وتحديدا قدام بيتهم، كان سليم واقف قدام باب البيت جنب العربية بتاعته. بعد عن العربية وراح عند الباب ورن الجرس، محدش كان بيرد. واحدة من الجيران كانت نازلة. مفيش حد هنا يا أستاذ، الست هند سافرت بعد ما اتجوزت بنتها حنين. سليم سمع كده واتصدم، اتوتر جدا. متشكر ليك يا حاجة، قال كلامه وخرج من الشارع بعد ما ركب العربية بتاعته وطلع على بيت أهله. ودخل وشاف والده قاعد في الصالة كان بيتفرج على التلفزيون. لما شافه طفى التلفزيون. والده كان اسمه أيمن. يا ابني انت لسه جاي من السفر، لحقت تخرج وتروح وتيجي؟ الجسم محتاج يستريح. سليم قعد قدام والده. كنت بسأل على واحد صاحبي لكن للأسف ما لقيتهوش. أيمن بص لابنه. برضه بتسأل عن واحد صاحبك ولا كنت رايح تدور على حنين؟ يا ابني انساها، أنا مش قلتلك إن هي نسيتك؟ اتجوز وعيش حياتك بقى. مش قادر انساها يا بابا، كله إلا حنين، دي حب الأول والأخير. بس حالك يا ابني مش عاجبني، لو فضل كده أنا مش هسكت، أنا من حق أشوف حفيد ليا. سليم سكت ومردش وقام وقف. اتهرب من كلامي، أنا هخلي أمك تشوف لك عروسة، مش هنسيب شقتك اللي انت قافلها دي تتبهدل. سليم دخل الأوضة بتاعته وقعد على السرير. كان عمال يفتكر حنين. مش راضية تخرج من دماغي ليه؟ أنا مش فاهم ليه طول الوقت بتفكر فيها يا سليم؟ حنين بعتك واتجوزت غيرك زي ما بعت نفسها ليك. قال كلامه وسكت. لا، هي ما بعتش نفسها ليا، أنا اللي كنت غبي، أنا السبب في اللي حصل يومها. أنا مش عارفة أعمل إيه. حنين وحشتني قوي. يا ترى انت فين دلوقتي؟ وحالك عامل إيه؟ كان بيكلم نفسه بصوت واطي، كان حزين وحيران علشان خاطر حنين، وفي نفس الوقت مشاعره كانت متلخبطة. وعدت شهور كمان، وفي يوم في شقة الست ريحانة حنين كانت قاعدة في الصالة اللي كانت ضيقة جدا، وحاطة طشت مليان هدوم وعمالة تغسل في الهدوم على ايديها، مع انها ما كانتش متعودة على كده. سهير خرجت ورمت هدوم في الطشت. يلا خلاص يا مرات اخويا، هو انت هتقعدي اليوم كله في حتتين الغسيل دول؟ شكلك بليدة قوي، عايزة تتعلمي من اول وجديد. حنين بعصبية وبانفعال. ما بعرفش اتزفت اغسل على ايدي، وبعدين هو انتوا كنتوا اشتريتوني غسالة؟ انا تعبت وقرفت. سهير قربت منها وشدتها من دراعها. لسانك طول علينا وانا ممكن اقطعهولك واربوكي من اول وجديد. قالت كلامها ومسكت حنين وضربتها، اديتها علقة موت. حنين كانت بتحاول تدافع عن نفسها، لكن قدام جبروت سهير ما قدرتش تعمل حاجة. وقعت في طبق الغسيل. ودخل علاء في الوقت ده وشاف المنظر وجرى عليهم. بنت يا سهير، الله يخرب بيتك، ايه الافتراء بتاعك ده؟ ايه اللي انت بتعمليه في مراتي ده؟ كده ممكن تروح في ايدك. حاول يطلع حنين من طشت الغسيل، وسهير بعدت عنها وقالت له وهي بتنهج، مراتك يا اخويا اللي قللت الادب، انا مش فاهمه انت جبتها من انهي داهيه بلا قرف. قالت كلامها ولبست النقاب وخرجت من البيت علشان محدش يعرفها. حنين كانت بتحاول توقف. انت واحد جبان، انت مش راجل، ازاي تسيب اختك وامك يعملوا فيها كده؟ انا بكرهك.
بكرهك، بتمنى لو أخلص من حياتي ولا إن أفضل معاك لحظة. علاء اتجنن من كلامها وعمل اللي كان بيعمله كل مرة علشان يكسر عينيها. انت مش هتعلي صوتك عليا ولا هتتكبري عليا مرة تانية. واداها هو كمان الحلقة. جسمها كله كان بيوجعها. في نص الليل كانت نايمة على سريرها وبتبكي. جسمها كله كان بيوجعها بسبب اللي بيحصل. ما كانتش قادرة تاخد نفسها وهو كان نايم جنبها ولا على باله. حنين بتعب وبدموع. يا رب يا رب ارحمني، أنا مش عارفة أتصرف إزاي أو أعمل إيه. قالت كلامها ونامت على جنبها. مسكت التليفون على أمل إن تلاقي أي حاجة لسليم. وفاتت أيام وشهور وكانت حنين كل يوم بتتضرب بطريقة أبشع من اللي قبلها. وفي يوم أغمى عليها من كتر الضرب. ما كانش حد عارف يتصرف معاها. دخلوها الأوضة وقفلوا عليها، سابوها نايمة على السرير لغاية ما تفوق لوحدها. في الوقت ده باب البيت خبط جامد. الباب كان خشب لدرجة إن كان هيتكسر. ريحانة فتحت الباب بخضة واتصدمت لما لقت قدامها الحكومة. العسكري قرب منها. فين سهير بنتك؟ مطلوبة في القسم. سهير كانت قاعدة وأول ما سمعت عرفت إن بنتها مريم اعترفت عليها. ريحانة بخوف. خير يا أخويا، هي البنت سهير عملت إيه بالظبط؟ إيه اللي حصل؟ بنتك هتعرف كل حاجة في القسم، خلاها تيجي معانا بصدوق بدل ما نستخدم العنف وندخل كلنا ونفتش البيت. سهير خافت منهم وقررت تروح معاهم وما كانتش عارفة إيه مصيرها. وريحانة قعدت على الكنبة وقعدت تخبط على رجليها وتندب حظها. يا بصبتك السودا يا ريحانة، احنا لازم نختفي من المكان ده بأي طريقة يا وادي علاء. تاني يوم حنين لما لقوها ما فاقتش، علاء أخدها وداها مستشفى وقال لهم إن هي عاملة حادثة. ولما فاقت، اسمعي، لو قلت إن احنا اللي عملنا فيكي كده هفضحك قدام الناس كلها، انت فاهمة ولا لأ؟ حنين كانت نايمة على سرير في المستشفى وقامت براحة. بعد ما علاء خرج حاولت إن هي تهرب. لما ما لقيته مش موجود خرجت من الأوضة ولبست نقاب. وهي خارجة من الباب اتكعبلت على الأرض ووقعت، ولقت حد بيقرب منها وبيحاول يقومها. وقفت واتصدمت صدمة عمرها لما شافت إن اللي كان بيساعدها يبقى سليم. فضلت تبصله جامد قوي. سليم لما ساعدها وقف قدامها بصلها، حس إن عارفها كويس، عارف عينيها. النقاب كان مخبي وشها لكن إحساسه بيها كان كبير قوي. حنين بدموعها مكتومة وخانقة. سليم، انت كنت فين يا سليم؟ سليم سمع صوتها واتصدم. حافظ صوتها كويس قوي، حافظ كل تفاصيلها. حنين، انت بجد حنين؟ ايوه انا عارف صوتك كويس قوي، انا اعرف صوتك من وسط مليون صوت. عيونها لمعت بالدموع. رميتني وسافرت ليه؟ لبعتني بعد ما وعدتني، حرام عليك. قالت كلامها وهي بتشهق بعياط. اتصدمت اكتر لما شافت علاء داخل من الباب. بعدت بسرعة ودخلت تاني الأوضة مطرح ما جت. حست إن مفيش مفر. سليم كان واقف ومصدوم ومش مستوعب اللي بيحصل ومش مستوعب إيه اللي حصل. حنين راحت الأوضة وقفلت على نفسها وسليم ما جرش وراها وللأسف معرفش مكانها. وفجأة سمعت صوت علاء اللي دخلها. كنت خارجة من الأوضة وناوية تهربي؟ مش قلتلك إن انت لو فكرت تهربي هخلص عليك يا حنين؟ حنين بصت له بقهر. انت عايز مني ايه؟ وليه بتعاملني كده؟ واتجوزتني ليه من الأول؟ اتجوزتك علشان بحبك، أنا بعشقك، مش بحبك وبس، وهتكوني ليا وعمرك ما هتكوني لواحد غيري. لو ما كنتيش ليا عمرك ما هتبقي لحد تاني، فاهمة يا حنين؟ خافت من طريقته وكلامه، حست فعلا ان هو مجنون. خليكي هنا في الأوضة احسنلك، صدقيني هتزعلي مني قوي لو حاولت ان انت تهربي. استسلمت للأمر الواقع وفضلت قاعدة في الأوضة وحست ان مفيش مفر. أما في اسم الشرطة كانت سهير قاعدة على الكرسي ومرعوبة، ومريم بنتها قاعدة قدامها بتبصلها متوترة قوي. الضابط بدأ التحقيق معاها. أنا عايز أعرف بقى يا سهير، انتوا عصابة ولا ايه حكايتكم؟ البنت حكت عن كل حاجة والشهود كمان حكوا انتوا كنت بتعملي ايه في بنتك. تتكلمي دلوقتي بصراحة لأن عدم الصراحة مش هيكون في صالحك. سهير بتوتر وبخوف. صراحة ايه بس يا سعادة الباشا؟ أنا مش فاهمة حاجة، هو حضرتك بتقول ايه بالظبط؟
انت هتستعبط يا روح امك؟ انطقي، ليه عملتي كده في بنتك؟ وازاي تحبسيها المدة دي كلها من غير لا اكل ولا شرب؟ انت كان قصدك ايه؟ انتفضت من مكانها. يا باشا بنتي وبربيها، يعني ما ربهاش؟ ما كل الاهالي بيعملوا كده وبيربوا عيالهم. انت منتش شايفة بنتك شكلها عامل ازاي؟ ما عملتيش حاجة ازاي؟ بنتك بقالها 1.5 شهر في المستشفى وبتتعالج وبتروح دار رعاية. انت مستوعبة انت عملتي ايه في بنتك؟ سكتت وما ردتش على الضابط. اعملي حسابك لو ما حكيتيش عن كل حاجة وعن اخوك وامك هقلب عليك وقلبتي وحشة قوي. العسكري اللي كان واقف: يا باشا امها كانت موجودة بس ما كانش معانا امر بالقبض عليها. الضابط خبط ايديه في المكتب: ليه بس؟ ده زمانها هربت دلوقتي. خد القوة وروح على هناك وهات اخوها وامها، فاهمين ولا لا؟ العسكري هز راسه وادى التحية وبعدين خرج. وسهير كانت مرعوبة من اللي بيحصل. اما في البيت رجعت حنين تاني من المستشفى وكانت قاعدة في اوضتها على السرير. سمعت صوت خبط جامد على الباب. الحكومة جات وملت المكان. حنين من خوفها نزلت تحت السرير واستخبت علشان لو حد فتش المكان. في الصالة ريحانة كانت واقفة بتصوت: انا ما عملتش حاجة يا سعادة الباشا، انتوا عايزين مني ايه؟ انا ست غلبانة وعلى باب الله. العساكر اخدوها بعد ما دوروا على علاء ملقوهوش. حنين لما حست ان المكان هدي وما عادش حد موجود معاها في البيت خرجت من تحت السرير، لبست عباية وطرحة وخرجت بسرعة من البيت. كانت بتجري زي المجنونة. أول ما خرجت من البيت وهي بتجري حست بعربية ماشية وراها، وفجأة وقفت العربية قدامها وسمعت صوت سليم: حنين تعالي اركبي بسرعة. هزت راسها بلا وكملت طريقها. نزل من العربية ووقف قدامها: مش وقته خالص، اركبي معايا قبل ما حد يشوفك. ما كانش قدامها حل غير ان هي تركب معاه، لان المنطقة دي كانت عشوائية ومش هتعرف تهرب بسهولة. الناس اللي هناك كلهم عارفين علاء وممكن يرجعها له تاني. وفعلا ركبت معاه العربية، وبعد ما مشي شوية وقف العربية في مكان هادي. كانت ساكتة تماما. نزلت من العربية ووقف جنبها، غمضت عيونها بوجع وألم: ايه يا سليم، انا كنت وثقت فيك لما انت قلت لي ان انت هتتجوزني. في لحظة بهن وتسافر انا ما غلطتش لوحدي، ليه تخليني ادفع الثمن لوحدي؟ سليم جزع على اسنانه: الموضوع مش كده خالص، انت مش فاهمه حاجه، انت ما تعرفيش ايه اللي حصل قبل الفرح. حنين بصيت له بدموع: كل اللي انا فاهماه ان انت ظلمتني بجد. انت عارف انا حياتي عامله ازاي بقالها 2 سنين. انا شفت بهدله عمري في حياتي ما شفتها، ما كنتش اتخيل ان ممكن اشوفها في يوم من الايام. سليم كان ساكت وما بيتكلمش، وهي كانت بتعيط بانهيار. كملت كلامها وقالت له وهي بتكشف دراعها: شفت الحرق ده؟ شفت العلامات دي؟ العلامات دي مالية جسمي كله. أنا عشت 2 سنين ضرب وإهانة وذل، وكله بسببك أنت. قالت كلامها ومسكت تليفونها وفتحته. طلعت صورة علاء اللي كان مصورها ليه ورفعتها قدام سليم. تخيل إن الحقير ده يبقى جوزي أنا، واحد شحات وبلطجي وفيه كل العبر، يبقى جوز أنا. كل ده بسببك، وأمه وافقت عليه بسببك بعد ما عرفت المصيبة اللي أنت عملتها. سليم لما شاف صورة علاء افتكر على طول: يا حنين، الواد ده هو السبب في كل اللي بيحصل. الواد ده جالي يوم ما كنت معزومة عندكم قبل الفرح بأيام، وقال لي اني ماشي معاكي وبيجيلك الأوضة كل يوم، وان انت سلمتيه نفسك، وقعد يوصف لي حاجات في أوضتك، ده حتى لبسك والشمع اللي على كتفك، ده عارف كل حاجة عنك كأنه كان عايش معاكي في نفس الأوضة. وانت عيل صغير علشان تصدقه؟ بقى انا هبص لحتة واحد معفن زي ده؟ انت كنت اول واحد تلمسني، وكان غباء مننا وضعف وقرف. انا بتعاقب على الذنب ده بقالي 2 سنين. اخدوا مني حياتي وراحوا وضحكتي. انا ما كنتش اعرف، والله العظيم ما كنتش اعرف. وبعدين انت ما تعرفيش انا كمان الوقت ده عدى عليا ازاي. انا اترفدت من شغلي وخسرت حاجات كتير قوي، واولهم انتي. صدقته ليه سمعت كلامه؟ هو كان بيكذب عليك غصب عني. قال لي ان عارف عنك حاجات كتير قوي، وزي ما قلتلك وصف هدومك كلها والشامة وتفاصيل كتير قوي. انا عن نفسي كنت واقف قدامه مذهول. يا سليم، احنا في بيت ارضي، بيت بسيط، شباك على الشارع وكان دايما مفتوح، لان اوضتي كانت حر.
كان غصب عني بفتح الشباك، الحيوان ده كان بيتابعني، كان تقريبا عايش تحت شباك اوضتي. انا ما عملتش حاجة غلط، الغلطة الوحيدة اني كنت بسيب شباك اوضتي مفتوح. قالت كلامها وهي بتبكي، وهو فهم كل حاجة، كان بيلوم نفسه على كل اللي حصل. طيب سامحيني، حقك عليا، اتطلقي منه وانا مستعدة اتجوزك، شقتنا زي ما هي، محدش دخلها، انا ما قدرتش اشارك حد غيرك حياتي. مسحت دموعها بهدوء. مش هقدر ابدا، انا لازم اشوف حياتي الاول. لو انت فعلا لسه بتحبني ساعدني اقف على رجليا واتطلق من المقرف ده. انا مستعد و1,000,000% هساعدك. انا ممكن اضحي بعمري كله علشان اعوضك عن اللي فات واكفر عن الذنب اللي عملته معاكي. حنين كانت باصه للفراغ وساكته، وهو باصص لها، طالبه منك تشوف لي اي مكان اقعد فيه بعيد عن هنا، وعايزه قماش حرير وعايزه ابر وحاجات معينه كده هطلبها منك. انا هبدا اعمل شغل هاند ميد اتعلمته من النت، وهبدا حياتي ومش عايزه احتاج لاي حد. ماشي، لو اللي انتي عايزاه ده هيبسطك، كل حاجه هتبقى تحت ايديك من الصبح. وبعد يومين في بيت اهل سليم، كان قاعد مع والده ووالدته، كانوا على السفره وبيتغدوا. كنت عايزه اقول لكم ان انا ناوي ارجع لحنين اول ما تتطلق من جوزها. والدته بصت له بصدمه، ايه ده، انت مجنون رسم ولا ايه؟ هتتجوز واحده مطلقه؟ وده يرضي مين؟ ده انت حتى ما اتجوزتش ولا دخلت دنيا. امك عندها حق يا ابني، هي اتجوزت وشافت حياتها، ولما انت رجعت هي عايزه تتطلق وتتجوزك دلوقتي؟ يبقى البنت دي مش كويسه. بعد اذنكم يا جماعه، ده حريتي الشخصيه واعمل اللي انا عايزه. انا قلت بس اعرفكم ومحدش يجيب سيرتها بكلمه وحشه. انا مش هقعد في البيت ده تاني لو قلتوا حاجه وحشه على حنين. قال كلامه ودخل اوضته. امين بص لمراته، ابنك دماغه ناشفه قوي، هيودي نفسه في داهيه. وبعد شهرين في اوضه فوق السطوح، سليم هو اللي كان جايبها لحنين علشان تقعد فيها. كانت قاعده وبتشتغل مناديل كاتب الكتاب، وبقت تكسب كويس قوي. كانت بتعمل مناديل وصواني تقديم الشبكه، وكان معاها واحده بتساعدها من جيرانها. في الوقت ده الباب خبط. لما خرجت لقت سليم. اول ما شافته قعدت معاه على السطوح على كنبه كانت محطوطه هناك. عامله ايه دلوقتي؟ ايه اخبار الشغل معاكي؟ الحمد لله انا كويسه. الموضوع بالنسبه لي كان مقلق في الاول، بس الحمد لله. المهم دلوقتي بالنسبه لي القضيه، انا لازم اتطلق وفي اسرع وقت. انا مش عايزك تخافي، انا جبتلك محامي شاطر قوي هيجيب لك الطلاق من اول جلسه. خلي بالك، علاء اصلا كده كده مطلوب من الحكومه، يعني الحكم هيبقى في صالحنا. اتنهدت براحه وسكتت وهي بتبص للفراغ. المهم، انا اشتريت لك صفحه على السوشيال ميديا عليها متابعين كتير قوي، هتنشري كل شغلك عليها عشان يبقى عندك زباين اكتر. انا متشكره قوي على تعبك معايا، مش عارفه اقول لك ايه. انا لو طول اشتغل ليل ونهار عشان اعوضك عن كل اللي شفتيه هعمل كده يا حنين. انا همشي بقى عشان ورايا شغل. قال كلامه ونزل من على السطوح، وحنين اتنهدت تنهيده طويله وقامت تكمل شغلها. علاء قعد فتره كبيره يدور عليها وكان هيتجنن عشان كل اللي عمله باظ، واكتشف ان هي رفع عليه قضيه طلاق والحكومه قبضت عليه زي والدته واخته. وفي يوم في المحكمه كانت حنين وصلت المحكمه لابسه لبس جميل، جيبه وبلوزه وحجاب، وشكلهم حلو عليها قوي. شافت علاء في عربيه الترحيلات، راحت لعنده ووقفت قدامه وبصت له بشماته. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، في كل لحظه مديت ايدك فيها عليا، النهارده بس اخدت افراج منك واتطلقت. قالت كلامها ومشيت، والحكومه اخدته. حنين روحت على بيتها هي وامها علشان تاخد بقيه حاجتها. اتفاجئت من وجود امها في الشقه. لما فتحت الباب وشافت امها قربت منها وشدتها في حضنها. ده كله يحصل يا حنين وانت ما تقوليليش؟ تتطلقي من غير ما تعرفيني؟ حنين بعدت عنها. هو ده كل اللي فارق معاكي ان انا اتطلقت؟ انت اول واحده رميتيني في النار، انا لا يمكن اسامحك ابدا. معقوله يا حنين بعد اللي حصل؟ يا بنت ما كانش قدام حل تاني علشان ندار على الفضيحه. وايه اللي حصل بعد كده؟ اتبهدلت واتمرمطت واتطلقت. انا جاي اخد حاجات وماشيه من هنا، انا لا يمكن اعيش معاكي تاني.
هتروحي فين يا بنتي؟ هتمشي من هنا وتسيبيني؟ مش هقدر أعيش معاكي، أنا عايزة أبقى لوحدي. أنا غلطت غلطة كبيرة قوي وكلكم حسبتوني عليها من غير ما حد يهون عليا. سيبيني براحتي بقى يا ماما، لو سمحت سيبيني من فضلك. هند عرفت إن حنين اتظلمت كتير، وهي شاركت في الظلم ده. لما رميتها لنشا حتين قررت تسيبها شوية، بس كانت عارفة إن حنين قلبها أبيض وممكن في يوم من الأيام تسامحها. وبعد فترة حنين فتحت محل كبير، المحل اللي كانت بتحلم فيه. كانت واقفة قدامه وعاملة افتتاحه مبسوطة. كانت مبسوطة بنجاحها وإنجازها، أول إنجاز تعمله في حياتها. سليم جه ووقف قدامها. مبروك يا حنين، أتمنى إن انت تبقوا مبسوطة دلوقتي وانت شايفة حلمك اتحقق قدامك. حنين بصت له بابتسامة وبصت على المحل. أنا مبسوطة قوي، الحمد لله، وصلت للي أنا عايزاه وأكتر، ومشغلة معايا بنات كتير. يعني ما حققتش حلم بس، حلم كمان بنات زي كتير. مش ناوية بقى يا حنين إن احنا نرجع لبعض. أنا بقاله شهور بتحايل عليكي، جه الوقت نصلح كل اللي فات. أنا عمري ما هتجوز واحدة غيرك. مش عارفة يا سليم، مش عارفة هقدر ولا لأ، بس أوعدك إن أنا هفكر في الموضوع، ولو في نصيب إن شاء الله أكيد هنرجع. يا ريت يا حنين، أنا أقنعت أبويا وأمي وفرحوا قوي لما عرفوا أنت وصلت لإيه، وعرف إن أنت بنت قوية وعملت إنجازات كتيرة لوحدك، واقتنعوا بجوازنا. شقتنا مفروشة ومستنياكي. حنين هزت راسها وابتسمت وراحت تشوف الزباين اللي كانوا موجودين في حفلة الافتتاح. كلهم كانوا شايفين حنين صح. يا ترى ايه القرار الصح اللي حنين لازم تاخده؟ ترجع لسليم اللي وقف جنبها وخلاها تقف على رجليها من تاني، ولا تخليها لوحدها وتبعد عنه؟ وسليم يا ترى كان ضحية لعلاء لما سافر وسابها، ولا المفروض ما كانش يسمع كلامه؟ وسليم مذنب زيه زي علاء، وكان السبب في اللي حصل لحنين لمدة 2 سنين. يا ريت تكتبوا لنا آرائكم في التعليقات. ايه القرار الصح؟ ترجع له ولا تعيش لوحدها، او ممكن تقابل شخص احسن منه؟ بالنسبة بقى لوالدتها، تسامحها وتودها ولا تبعد عنها؟ لان رد فعل والدتها كان غريب قوي، وجوزتها جوازة اي كلام لمجرد ان هي كانت خايفة من الفضيحة. يا ريت تكتبوا لنا آرائكم في التعليقات. ولو حد فيكم عنده قصة زي قصة حنين تكتبوا لنا عنها، وممكن تشوفوها حلقة من حلقات القناة في الفترة اللي جاية. واشوفكم بكرة على خير في قصة جديدة ان شاء الله. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة.